هل موت طاقم سفينة بطريقة غريبة وبشعة ليه علاقة بالأشباح والظواهر الغريبة، أو محاولة سرقة، أو بتسرب غاز أو مادة كيميائية سامة؟ وهل هو مخطط ولا لأ؟ ده هنعرفه في قصة فيديو النهاردة عن اختفاء والموت الغريب لطاقم السفينة الهولندية أورانج ميدان. سنة 1947 بتستلم السفينة الأمريكية سيلفر ستار اللي كانت بالقرب من الشواطئ الأندونيسية رسالة غريبة على الراديو جاية من سفينة تانية ما تبعدش عنها كتير، بتقول: كل طاقم السفينة بالكابتن ماتوا، أنا الوحيد اللي حي. وبعدها بفترة قصيرة بتوصل رسالة تانية من نفس السفينة بتقول: أنا بموت. وبعدها بينقطع الاتصال بين السفينتين نهائيا، وبسرعة بتتوجه سيلفر ستار لمكان السفينة اللي جه منها نداء الاستغاثة بعد ما عرفوه من غفر السواحل. السفينة اللي كانت متجهة ليها سيلفر ستار دي سفينة اسمها أورانج ميدان، سفينة هولندية كانت متوجهة من الصين لكوستاريكا، وعلى متنها شحنة سرية غير معروفة، ولكن لسبب غريب ومش معروف توقفت بالقرب من الشواطئ الأندونيسية واتبعت منها رسائل الاستغاثة الغريبة اللي سمعناها. عموما وصلت سيلفر ستار لمكان الاستغاثة وشاف طاقم السفينة منظر غريب ومرعب يخلي الشعر يشيب ويقف من الرعب والخوف. طاقم سفينة أورانج ميدان بالكلب بتاعهم ميتين بس بطريقة بشعة وغريبة، أجسامهم متشنجة وعينيهم وأفواههم مفتوحة على الآخر كأنهم شافوا شيء غريب خلص عليهم فجأة. وكمان حس طاقم سفينة سيلفر ستار بشيء غريب وهما بيتفحصوا السفينة. الجو جوه السفينة غير بره، الجو بره السفينة مشمس وحار لأنها منطقة استوائية، ولكن الغريب إن جوه السفينة في برودة غير عادية. والغريب جدا في موضوع السفينة دي إنها وفجأة وبدون أي مقدمات طلع منها دخان أبيض غريب. ده تسبب في فزع وهروب طاقم سيلفر ستار لسفينتهم وتحركهم بعيد عن السفينة لغاية وفي مرة واحدة من غير أي مقدمات انفجرت السفينة بطريقة غريبة وهوت لقاع المحيط، واتدفن معاها السر الغريب لموت طاقمها بالطريقة الغريبة دي، طاقم سفينة أورانج ميدان. هل ده كان بسبب ظاهرة غريبة أو أشباح أو شيء غريب تاني إحنا منعرفوش، ولا بسبب محاولة سرقة أو بسبب تسرب غاز سام أنهى على كل طاقم السفينة بطريقة بشعة؟ انت رأيك او تفسيرك ايه للقصة دي؟ احب اسمعه منك في التعليقات، ولو عندك فكرة فيديو جديد ما تنساش تكتبها لي برضو في التعليقات. شكرا على المشاهدة وسلام.